سلام، مساء الخير عليكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم الوصفة اللي طلبتوها مني بزاف، طولت عليكم بصح دابا قعدت باش ندير لها المونتاج. الوصفة تاع كعك النقاش وصفة ناجحة مليار بالمية. يعني الوصفة كما قلت لكم هذا التقليدي، انا ما نحبش ننوع فيه بزاف، يعني ما نحبش نخرب في الوصفة الاصلية. درت لكم بالوصفة اللي تقريبا الكل يعتمدها. تبعوني، وصفة بزاف سهلة. راح ندير بهذه اصغر كيله كاينه عندي، راح ندير 15 حبه. هذه درت لي 17 حبه. درت 3 كيلات تاع الفرينه. نزيدو ملعقه تاع فانيليا، ملعقه كبيره، انا نحب لافاني. ونزيدو 2 ملاعق تاع سكر طب وجاز في الحلاوه، يعني جد متعادله، جا بزاف بنين. ما الناس اللي اصلا يخدموا هذا التراديسيونال غير باش يهربوا من الحلاوه، هاد الحلوه راح تناسبكم. بعدها نجيبو كيله تاع السمن دايب وبارد. سما 3 كيلات تاع الفرينه بكيله تاع السمن دايب وبارد، نخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض ونبسوا الفرينه تري تري بيان. ندخلوا هذوك اللي دم كامل في الفرينه. بعدها نلموا الخليطه تاعنا بخليط بين مزهر والماء. انا بديت مزهر وما كملت بالماء حتى تولي عندنا عجينه تكون طريه وبلي يجي لازم ترتاح. انا خليتها هنايا باتت الليله كامله، يعني لازم ترتاح. هنا نجيو للغرس ولا التمر ولا كل واحد كيفاش ياكلوه. هنا انا عجنته تري تري بيان ونقيته، عجنته بالزبده حتى ولا نطري. وتحبوا تزيدوا له ججلان، انا ما زدتلوش باسكو الججلان تاعي حرقته. بعدها نوزنوا شوف شحال اللي وزنته يا ربي، 35 غرام تاع العجينه و15 غرام درت كما الكعكات عادي، كما تاع الكعكات اللي نديروهم بالكاوكاو واللوز. درت 35 غرام العجينه و15 غرام الحشو. ومن بعد حطيت بابي فيلم هكذا ودرته في المول نفسه اللي ندير فيه الكعكات باش تجيني الحبه متحوفه. بعدها نجيو ننقشو. شوفوا كي تكونوا تنقشو نوصيكم باش تجيكم النقشه باهيه، ما لازمش تضغطوا، ما لازمش تدخلوا النقاش لداخل حتى يولي هذاك الغرس يبان. اول حاجه راح يتحط لكم هذاك الغرس ويبس ويلا الطعم تاعو ماشي بنين، وفي نفس الوقت ما حش يمد منظر شباب. لهذا لازم انكم ما تدخلوش النقاش لداخل. يعني شدوا غير العجينه، حاولوا كي تكونوا تنقشوا تشدوا غير العجينه باش يجيكم المنظر تاعو شباب. كاين اللي يحبوا يديروا كبر على هكذا، كاين اللي ما يحبوش فيه الغرس بزاف لداخل. كل واحد كيفاش يحبوا، يعني هذه تولي للاذواق وكل واحد والذوق تاعو، كل واحد كيفاش يحب ياكل الكاطو تاعو. هنا كما راكم تشوفوا نعاود لكم شوفوا نقش كيفاش ننقش بلا ما نحكم الغرس، نحكم غير العجينه ونحاول نقرب النقشات من بعض باش يجيو شابين، ما نبعدوهمش من بعض. وكي نشدوا هذيك العجينه نضغطوا شويه باش يجينا المنظر تاع نقش الشباب. بعدها نحطوهم يطيبوا على 200 درجه من تحت ونزيد نضربهم يحمروا من فوق، وهكذا يكونوا كعك النقاش تاعنا واجد يجي بزاف هايل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله تجربوا هذا كعك النقاش لانه راح يعجبكم.